طيب اجي لك بقى الماتش انبي، يعني اجي لك بقى الماتش انبي اللي انت بجد يعني ثبت لي ان انت فعلا بتطفش في نفسك مع الاداره، او انت بتقول لهم بقول لكم هو ده اللي عندي، عاجبكم مش عاجبكم اخبطوا دماغكم في الحيط. انا دلوقتي رايح الاعب فرقه بتركن الاتوبيس ورا، حلو، فانا المفروض بعمل ايه؟ هلعب باربعه 1 2 3، لكن انت ما شاء الله العب باتنين ديفندر 6 على الدايره، واروح العب بامام عاشور جناح. اجي لك بقى تعالى بص، ما انا هاخدها لك خيوط كده، فانت ركز معايا. امام عاشور ده انت جايبه من الزمالك مركز 8 مساند، ايه اللي حصل؟ رحت محوله صانع لعب صريح 10، قلنا ماشي بينزل يحضر في الهجمه، لكن اللي بعدين المفروض يستلم وظهره للملعب عشان يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يعمل تيرن ويبتدي يوزع لعب ويبتدي يخرجه من تحت الضغط، لانه لعيب كوره كبير بيعرف يلعب كوره برجله كويس. لكن انت اللعيبه بتاعتك اللي على الدايره ما بتلعبش كوره زي امام عاشور، لا ده انت افلمت اكتر وفننت اكتر ورحت رميته جناح. ايه الفكره ان انت بتلعب بجناح؟ ده انا بلعب بفرقه اصلا من اول دقيقه هي بتقول لك انا نازله اتعادل معاك ونازله اركن الاتوبيس ورا والعب على المرتد. فانا المفروض في ماتش زي ده العب بمروان عطيه قدام قفشه وامام عاشور، دول في نص الملعب، حلو الكلام، العب بحسين الشحات وبيرسي تام قدام مسامه وعلي. لكن انت ما شاء الله عليك. طيب اجي لك بقى يعني شوف بقى التركيبه دي كلها وبرضه ما بتعملش جمله تكتيكيه. الاهلي عقيم هجوميا، الاهلي ما بيقدمش كرة هجوميا، الاهلي كل اللي معتمد عليه ارتجالات من اللعيبه، لكن كجمل فنيه مفيش منك جمل فنيه. فهل انت شطبت مع الاهلي؟ يعني هل انت كده خلاص، ولا هل انت بقى بتلعب لعبه مع الاداره؟ لا طب يعني انتوا اللي تقولوني عشان الشرط الجزائي وعشان خاطر حاجات تاني. فانا منتظر منك كمستر كولر رد في الماتشات اللي جايه، لان فعلا اللي احنا داخلين عليه عتمه.